ازيكم؟ وصفة النهاردة تعجب ناس كتير جدا. الناس اللي عملت الكيك الاسبونج وما ظبطش معاها في البيت، لما يخرج من الفرن بيهبط او بينشف او حجمه مش بيرتفع، او عامة الوصفة مقاديرها بتكون مش مظبوطة. مقادير النهاردة يا جماعة مظبوطة 100%. يعني هتعملوا كيك اسبونج وانتم مغمضين، وهتعملوا كمان منه حجم عائلي، وممكن بقى تستخدموه في التورت او في الجاتوهات. اي وصفة فيها كريمة ممكن تستخدموا فيها النوع الكيك دوت. يلا بينا بسرعة نبدأ في الوصفة. اول حاجة هنستخدمها هنا 5 بيضات حجمهم صغير او 4 بيضات لو حجمه كبير، شويه من الفانيليا، كوبايه من السكر. وهنضرب بقى كويس جدا لحد لما حجم البيض يتضاعف ولونه كمان يكون فاتح. اول ما يوصل للون دوت هنبدا نضيف هنا الزيت. هنجيب كوبايه زيت ونضيفها تدريجيا. لو حد ساعدكم في الخطوه دي يبقى كويس جدا كده زي ما انا عملت. هننزل بقى بالزيت تدريجيا لحد لما كميه الزيت كلها تخلص. هنبدا نضيف اخر حاجه هنضيفها هنا في المواد السائله، هنضيف ربع كوبايه صغيره جدا من اللبن او فنجان صغير جدا من اللبن. مش عايزين يا جماعه نزود لبن اكتر من كده عشان ما تتحولش الكيك يومي، احنا عايزينه كيك سبونج ناعم ويكون كمان ارتفاعه عالي. بعد كده هنجيب كوبايتين كبار من الدقيق وهننخله. لازم ننخله في الخطوه دي عشان الكيكه تكون ناعمه من جوه، تكون الفراغات بتاعتها منتظمه وتكون ناعمه كده زي ما احنا عايزين. هنقلبها لحد لما الدقيق يختفي. بعد كده نبدأ نضيف الكوباية التانية وبرضك هننخلها. وهنضيف هنا 3 معالق كبار من الكاكاو الخام، وكمان كيس من البيكنج باودر. وممكن يضيف يا جماعه لو انتوا عايزين محسن طبيعي ممكن يضيف معلقه صغيره جدا من الخل، بيظبط جدا معانا الكيك. هنقلب بقى هنا في الخطوه دي، مش عايزين نقلب كتير، هو بس الدقيق يختفي معانا عشان لما بنقلب كتير الكيك بينشف معانا. فاحنا عايزين بس الكيك كده يختفي معانا والمكونات كلها تندمج مع بعض، يبقى كده تمام جدا. هنجيب بقى هنا اكبر قالب عندنا في البيت، يعني مثلا البايركس في منه 3 مقاسات، هنجيب اكبر مقاس عندنا وهندهنه بقى باي ماده دهنيه بشويه زيت او شويه زبده. وهكون طبعا مسخنين الفرن قبلها ب10 دقايق، عايزين الفرن سخنه على درجه حراره 180. هنسيبه بالظبط 40 دقيقه. ولو عندنا الفرن بيكون مثلا ال 180 درجه فيها بتكون عاليه، ممكن نقلل درجه الحراره عن كده عشان تهلى معانا وتظبط والتسويه تكون مظبوطه معانا. هنجيب بقى اي خله خشبيه عندنا، نحاول احنا نطلع الهواء منها. بصوا يا جماعه بعد ما خرجت من الفرن انا اصلا يعني بحط ايدي كده مش مستحمله، بجد خطيره، ما هبطتش ولا اي حاجه خالص كده زي ما انتم شايفين. نفس الارتفاع اللي احنا دخلناه بيه خرجناها من الفرن، ما هبطتش خالص. هنجيب هنا كوبايه من اللبن بعد ما الكيك يبرد معانا، ومعلقتين من الكاكاو هنسقي بيه الكيكه. مش قادره اقول لكم بقى الخطوه دي بتعمل ايه في الكيك، يعني انتوا بتاكلوا الكيك مش هتحسوا انتوا بتاكلوا حاجه اساسا من كتر ما هو خفيف وناعم وطري جدا. بجد يعني كيكه مضمونه في 100%. هنا بقى هنجيب كوبايه من الكريم شانتيه، كوبايه كبيره. والكريم شانتيه كان عندي كان خام فانا حطيت عليه معلقتين سكر بودر، وهنضيف عليه معلقه كوبايه صغيره من الميه المثلجه. هنجيب برضو المضرب وهنضربه كويس جدا لحد لما حجم الكريم شانتيه برضو يتضاعف. بعد كده بقى نبدا ان احنا هنضيفه على الكيك. بس يا جماعه لازم الكيك يكون بارد خالص، يعني لازم الكيك يبرد قبل ما نضيف عليه الكريمه علشان الكريمه ما تسيحش معانا. هنبدا بقى كده ان احنا نضيف الكريمه، وبعد كده بعد ما نضيفها كلها نبدا بقى ان احنا نسويها ونخليها كلها كده ايه سمك واحد، يعني عشان يكون شكلها حلو في الاخر. بس انا هنا كده خلصت التوزيع الكريمه بتاعتي. هنسيبها بقى في التلاجة لمده مثلا ساعه او ساعتين. عايزين الكريمه تكون مش سايحه، عايزين الكريمه تكون ماسكه نفسها. فهنسيبها في التلاجة شويه. انا مسحت بقى كل الزوائد كده اللي هي حوالين الصينيه. كده خلاص مسكت معانا جدا وجبنت معانا. بصوا اي حد بقى ما بيعرفش يشكل تورت، ما بيعرفش يشكل جاتوهات، الطريقه دي طبعا سهله جدا. انا جبت شوكولاته وسيحتها على على حمام مائي. وبعد ما ساحت هنضيف عليها معلقتين كبار من الزيت. الزيت بيديها لمعه جدا، وبيساعد كمان ان احنا اول لما ننزل بالشوكولاته ما تمسكش معانا، يعني تبقى ان هي طريه كده لاخر لحظه. وهنجيب بقى اي شوكولاته عندنا ونحاول ان احنا كده بالمبشره اللي هي بتاعت البطاطس دي نعمل بقى الشكل دوت. يا جماعة بجد خطيرة. طبعا احنا مستعجلين، يعني الأحسن هي تحطي في التلاجة شوية أو قبلها بليلة كمان بيكون طعمها أحلى. بس كالعادة بقى بيكون مستعجلين، والولاد لما بيشوفوا أساسا الحاجات ديت ما بيقدروش يستحملوا، بيبقوا مستعجلين عليها وعايزين يدوقوها على طول. بصوا بقى القطعة كده مطلعتها.
بجد شكلها خطير. يعني هي الكريمه سايحه شويه عشان احنا ما سيبناهاش في التلاجة، بس هي برضو كان طعمها حلو، لكن لو سبتها في التلاجة كان طعمها احلى. بصوا بقى يعني وانا باكلها بالشوكه كده باين جدا ان الكيكه طريه جدا معانا، ميكس بقى الشوكولاته مع الكريمه، بجد روعه. مش هتشتروا تاني جاتوهات من بره، مش هتشتروا تاني تورت، هتعملوها بنفسكم في البيت وبطريقه سهله جدا. باي باي.